رمضان كريم. اجمعين. كل عام وانت بخير. بخير حبيبي. بالبداية شلون جتك الدعوة لحضور هذا المهرجان؟ جتني الدعوة من طرفك اكيد. حبيبي. وتعرف انا ما لبي طلبك الا يا حبيبي. يا حبيبي. يا حبيبي. أنا فخور بيك وحلقتنا حققت نجاح كلش حلو. اي صحيح. شلون الأصداء شفته؟ طبعاً شفته. زين. كل تواصل اجتماعي. بسام، حلو النجاح، حلو الناس تشوفك انت ناجح. الحمد لله والشكر، توفيق من الله. مو؟ الحمد لله. زين. شنو يعني لك هذه المحبة مال الناس؟ ايش قد هي تضيف لك هذه محبة الجمهور؟ اكيد يعني يضيف لي وسط عملي طبعا لازم اكسب محبة الجمهور. زين. يضيف لي العملي اكيد كودا كوافير انا صاحب مركز. من السهل اليوم واحد يكون كوافير مشهور؟ لا اكيد طبعا يعني صعب. صعب مو؟ صعب يوصل النجومية والعالمية. ممكن شفنا حلاقين رجال كثير نعرفه أو نجحوا، لكن كوافير نسائي صعب يحقق هذه الشهرة ودول العالم ودورات في دول العالم، فهذا الشيء يحسب له. اي صحيح. هسه انا اول كوافير في العراق انه راح انطي دورات اوروبيه. زين. ان شاء الله حدخل على فرنسا، راح ادخل على المانيا وراها على بلجيكا. هذا شرف طبعا. حلو. كوننا عراقي اذا انطي تعليم تصحيحات العالم. انجح دورة تعتبرها هي البصمة الحقيقية لبسام؟ والله ما شاء الله كل الدول العربيه انطيت الدورات، واكثر شيء حبيت الدوره انه دوره القرن اسمها في مصر، كانت دوره عظيمه وحلوه. ان شاء الله اليوم تستمتع بالمهرجان واحنا سعيدين بتواجدك. حبيبي حبيبي. تفضل. أشكرك. ليصل صداه وجمهوره إلى بلدان ذلك العالم المتقدم ليحقق نجاحات تلو النجاحات. لقب بأسطورة التسريحات وإمبراطور الكوافيرية. رحبوا معي بالكوافير المبدع بسام حسين.